كنت فاكر إن حياتك عادية، استنى لحد ما تسمع القصة دي. قصة بدأت بنداء وانتهت بحقيقة قلبت كل حاجة. حمدي هيعتك ولف بيك ويخليك تسمع وتشوف ودانك الإثارة والتشويق والغموض كله في البعد التاني، كله في البعد التاني البعد التاني بين الحقيقة والخيال مع حمدي في البعد التاني. من يوم ما قفل الكتاب وهو مش هو نفس الشخص. كل كلمة فيه كانت مفتاح، فتح باب والباب ده جابه هنا. في نص الطريق مفيش ليه رجوع. وأول ما بدأ الرحلة قابل أول علامة، شيخ عجوز قاعد على صخرة، عينيه شبه مقفولة بس كأنه شايف كل حاجة حتى اللي جواه. العجوز قال له: الطريق ده مش للكل، الطريق ده بيدور عليك زي ما انت بتدور عليه. كمل مشي، وفي السوق القديم شاف واحدة ست غريبة بتبيع تعويذ منسية. قرب منها لقاها بتقوله من غير ما تبص في عينيه: انت شايل الرمز هو اللي هيوديك. وما بين الشيخ والست كان في ظل بيتحرك ورا كل خطوة بيخطوها. ظل الشخص ما شافش وشه لسه، وكلهم كانوا بيشاوروا على نفس الحاجة، نفس الوجهة، المكان اللي فيه الجواب والمصير. لكن السؤال، هل النداء الأخير هيكون بداية ولا نهاية؟